السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم فرخة محشية بخلطة الرز المبهر. هعملها معاكم بطريقة جميلة جدا جدا هتنسيكم اي طريقة تانية كنتوا بتعملوها. هقول لكم كمان على تتبيلة حلوة قوي وازاي كمان تحمروها كده ويطلع لونها جميل جدا. يعني من الاخر كده هنعمل اكل المطاعم في البيت وهتكون معاكم حشوة جميلة جدا وبتتبيلة خطيرة. جربوها ان شاء الله تعجبكم قوي. وكمان هنشويها مع بعض كده بافكار جديده. خليكم معايا لنهايه الفيديو علشان نشوف هنعملها مع بعض ازاي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول ونبدا. بس حابه اطلب منكم قبل ما ندخل على الفيديو، لو انتوا اول مره تشوفوني بتمنى منكم تشتركوا في قناتي علشان قناتي تكبر بيكم. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك. يلا بينا نبدا. زي ما احنا متعودين طبعا قبل اي حاجه بنبدا ان احنا نغسل الفرخه بتاعتنا كويس جدا بالطحينه والدقيق وننضفها كويس جدا من اي اشياء غير مرغوب فيها. بعد كده بنجهز لها محلول النقع بتاعها اللي هو عباره عن ميه وبهارات صحيحه. انا هنا استخدمت ورق لوري واستخدمت فلفل اسود حصى واستخدمت كمان حبهان وفتحته كده علشان اخرج كل الحبوب اللي فيه او البذور اللي فيه. وكمان لو في قرفه خشب بتحطي. وهنضيف كمان شويه من الخل وشويه من الملح وعناصر كده عناصر كمان عليها عصير ليمون. البهارات الصحيحة مع تتبيل مع النقع بتاع الفراخ او محلول النقع بتكون نتيجتها افضل من البهارات البودر. دي كده تخليها كده معلومة بتدي نتيجة افضل من البهارات البودر. بعد ما حطيت البهارات بتاعتي هبدأ بقى اعصر كده شوية من عصير الليمون على المية دي. وبنبدأ بقى نسيب المحلول بتاع النقع، محلول النقع بتاعنا ده. بنبدأ نسيبه كده شوية مع الفرخة لحد ما كل يعني ما عادش يبقى فيه اي روايح غير مرغوب فيها في الفرخة. وتبقى كمان معانا جميلة جدا. طبعا الفرخة بتاعتنا علشان نحشيها لازم تكون يعني من كيلو ونص ل2 كيلو الا ربع من الوزن. ما ينفعش تكون اكتر من كده علشان تستوي كويس معانا. تعالوا بقى على ما الفرخه بتاعتنا كده تتساب شويه كده في محلول النقع بتاعها نبدا نجهز التتبيله. معايا معلقتين كبار في طبق عميق من الصلصه، عليهم ربع كوبايه من الزيت النباتي، ممكن نستبدله بزيت زيتون هيكون جميل جدا. معلقتين كبار من الخل الابيض. ونبدا نضيف بقى التوابل اللي هي عباره عن معلقه كبيره من الزعتر، ممكن نستبدلها بروزماري او نص معلقه روزماري على حسب طبعا نكهه الفراخ اللي انت حباها. ما ينفعش نضيف النوعين من البهارات مع بعض. معايا كمان نص معلقه كبيره من الكاري. ومعايا ربع معلقه صغيره من الجنزبيل والقرفه. ونص معلقه كبيره من الكزبره الجافه. نص معلقه كبيره من البابريكا. وكمان الثوم البودر ورشه كده من القرفه الناعمه. واخر حاجه هضيفها هي نص معلقه كبيره من بهارات الفراخ. هقلبهم كويس جدا لحد ما المكونات بتاعتي كلها تمتزج مع بعضها. وبعد كده هبدا اضيف عليها معلقه كبيره من الصويا صوص او معلقه كبيره من دبس الرمان على حسب طبعا المتاح عندك. ظبطت كمان الملح بتاعها. وزي ما قلت لكم هضيف دلوقتي هضيف معلقه كبيره من دبس الرمان. ممكن لو صويا صوص بتكون برضو كويسه جدا، اهم حاجه يكون معلقه واحده. ولو موجودين الاتنين عندك ممكن تضيفي معلقه ومعلقه. هضيف عليها كمان عصير نص ليمونه. وكده خلاص التتبيله بتاعتي بتكون جاهزه. هبتدي اقلبها بقى كويس جدا كده لحد ما كل المكونات بتاعتي تمتزج مع بعضها. وخلاص كده التتبيله بتكون جاهزه. عايزه اقول لكم ريحتها من قبل ما نستخدمها ومن قبل ما تدخل الفرن وهي ريحتها جميله جدا. الفرخه بتاعتي صفيتها كويس من الميه وببدا اجيب كده مناديل مطبخ او فوطه كده او فوطه مطبخ. بنبدا ان احنا نجففها كويس جدا علشان تبقى ناشفه تماما. انا عايزه الفرخه تكون ناشفه قوي علشان التتبيله بتاعتي تتغلغل فيها كده وتقدر تشرب على قد ما تقدر. وبالسكينه هبتدي ان انا اعمل فيها فتحات كده علشان لما احط لها التتبيله توصل كده لكل جزء من الفرخه او توصل لكل جزء في الفرخه. هبدا بقى اجيب التتبيله اللي احنا جهزناها دي وهاخد منها كده على قد احتياج الفرخه. بس هنخلي بالنا ان احنا نسيب 3 معالق كده من التتبيله دي على جنب علشان هنحتاجهم بعد كده. وهقول لكم هنحتاجهم في ايه. خليكم معايا لنهايه الفيديو علشان نشوف هنكمل الطريقه بتاعتنا دي ازاي. المفروض دلوقتي بقى ان انا ادعك الفرخه دي كويس جدا بالتتبيله. فالمفروض ان انا البس جلافز كده في ايدي وابتدي ان انا ادعك الفرخه بالبهارات دي. واحاول ان انا التتبيله دي اوصلها لكل جزء من الفرخه. نبدا نحط كده في الفتحات اللي احنا عملناها ونحط تحت الجلد بتاع الفرخه كده. ومن جوه وفي كل مكان نبدا ان احنا نغلف الفرخه دي بالتتبيله دي. كل ما غلفتيها بالتتبيله اكتر بتكون طبعا طعمها احلى. بعد ما جهزتها بالشكل ده هبتدي بقى ان انا اسيب الفرخه دي على قد ما اقدر في التتبيله دي. ممكن من ساعتين ل3 ساعات، لو سبتيها 6 ساعات طبعا بتكون احسن وافضل برضه. بعد كده هجهز بقى الحشوه بتاعتها. انا معايا هنا بصل مفروم ومعايا كده قرن من الفلفل وقرن من الشطه الحامي. ومعايا كمان كوبايه من الرز المغسول. ومعايا كمان الكبده والقنصه بتوع الفرخه، ممكن نستبدلهم كمان بلحمه مفرومه لو حابين تكتروا.
في طاسة على النار هضيف كده من 3 ل4 معالق من الزيت، وهبدأ اجيب البصل واضيفه علشان يتشمع او علشان يطرى معايا ويدبل شوية. بعد ما البصل بيدبل هبتدي ان انا انزل عليه بالكبد والقوانص اللي معايا، واقلبهم برضو كويس لحد ما الكبد والقوانص تتشمع مع البصل كويس جدا. وبعد كده هنبدأ نضيف بقى البهارات، ملح وفلفل وكمون وكزبرة جافة، مش اكتر من كده. هقلبهم كويس جدا برضو مع بعضهم، وبعد كده هنبدأ احنا نضيف الرز المغسول. طبعا كوباية واحدة كفاية، وطبعا على حسب حجم الفرخة اللي انتم يعني الحشوة على حسب حجم الفرخة اللي انتم بتستخدموها. المهم بعد كده بنبدأ نضيف كوباية الرز وهنقلب كويس جدا. لما نحس كده ان الرز بتاعنا بدأ ان هو يفلفل كده معانا شوية، او بدأ ان هو يعني يتوه كده مع البصل، هبدأ كده اضيف بقى الخلطة اللي احنا شلناها على جنب، فاكرينها، هناخد منها كده معلقة ونبدأ نضيفها على الخلطة بتاعة الرز، وهنضيف معاها كمان نص معلقة من الكركم، علشان انا عايزة الرز بتاعي يكون لونه اصفر. الرز المبهر ده عايزاه يكون لونه اصفر معايا. هقلبهم كويس جدا، وبعد كده هنبدأ نضيف عليها كوبايتين من المية السخنة او المية الباردة عادي. المهم ان انا عايزه الرز بتاعي ده يستوي بنسبه 80%. طيب وال20% التانيين ان شاء الله هيستوي كده وهو في بطن الفرخه، او هو في الحشوه وهي في الفم، ان شاء الله تبدا بقيه الرز يستوي معانا كويس. هقلب الرز كويس كده مع الميه، وهغطي عليه لحد ما الرز ده يتشرب السوائل كلها، وبعد كده هنشوفه مع بعض. لما الرز كده اتشرب السوائل خلاص، ههدي عليه كده النار شويه واسيبه لحد كده برضو ما يمتص السوائل كلها، وبعد كده بيكون جاهز معانا. هبتدي بقى اجيب الفرخه بعد ما الرز بتاعي او الحشوه خلصت، علشان نبدا بقى ان احنا نحشيها كويس. هاخد كده الرز وابدا ان انا احشي الفرخه. وطبعا التتبيله دي او الحشوه بتاعتنا ديت من كتر ما هي اللهم بارك جميله جدا وطعمها حلو قوي وريحتها بجد كانت قلب البيت. انا بحاول كده احط الحشوه في كل مكان في الفرخه او في كل جزء في الفرخه، يعني تحت الجلد كده وبين الافخاذ بتبداي تحطي الحشوه بتاعتك على قد ما تقدري طبعا. وبعد كده بنبدا بقى نجيب الفرخه دي، طبعا عشان انا هشويها في الفرن فمش هضطر ان انا اقفلها. فبس كده كل اللي انا هعمله هجيب الرجلتين كده هضمهم على بعض، وعلشان بس تبقى مضمومه كده وميبقاش شكلها بايخ وكده، فهنبدا بعد كده نجيب حته من ورق الفويل ونبدا كده نلف الرجلتين بالشكل ده. طبعا بقى بما انه بقى اكل بيتي وعايزين نعمله زي اكل المطاعم، فلازم كده نديله كده لمسه جماليه بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف هنسويها ازاي مع بعض. انا هنا معايا صينيه فرن اللي هو القالب المستطيل اللي هو بالشكل ده. هنبتدي كده نجيب فيه نص كده نحط فيه ميه، ومعايا بصلايه وطماطميه وقرن شطه هنبدا نحطه. فاكرين لسه التتبيله اللي احنا شلناها في جنب؟ ناخد بقى المعلقتين اللي باقيين دول ونبدا نحطهم كده على الميه دي، وهنقلبهم كويس جدا. عايزه اقول لكم التتبيله دي جميله جدا جدا. طريقه شوي الفراخ دي كمان ممكن تكون جديده عليكم، ممكن تكون اول مره تعرفوها، ممكن تكونوا كمان عارفينها وبتستخدموها. طبعا لو انتوا اول مره تشوفوها هتعجبكم جدا. طريقه الشوي دي سهله وبسيطه وجميله جدا جدا. كل اللي علينا ان احنا بنجيب شبكه الشوي دي، اكيد موجوده او متوفره في كل بيت. ممكن تستخدمي شبكه البوتاجاز لو في شبكه صغيره، ونبدا كده نحطها على الصينيه بالشكل ده. هبدا بقى اجيب الفرخه بتاعتي واحطها على الشبكه اللي انا جهزتها بالشكل ده كده، وهبتدي اجيب ورق فويل ونبدا ان احنا نغلفها. جبت بقى الصوص اللي وقع من الفرخه وهي في التتبيله، وبدات كده برضو ان انا اغلف بيه الفرخه علشان برضو تستوي بيه كده وتبقى جميله. غلفت الفرخه كده بالورق الفويل، وبعد كده هنبدا ان احنا بقى نحطها في الفرن علشان تستوي كويس معانا. في التوقيت ده خلاص ولعت الفرن علشان يسخن معانا. طبعا الفراخ بخلاف اي كيكات لازم الفرن يكون ساخن جدا معانا واحنا بندخل اي لحوم او اي فراخ فيه. جهزت الفرخه ودخلتها في الفرن زي ما انتم شايفين كده. في الرف اللي هو التاني رف من تحت، لازم الفراخ تكون قريبه جدا من النار من تحت. ببدا اسيبها بقى في الفرن كده وهغطي عليها ونسيبها بقى كده، بتقعد تقريبا من ساعه ونص لساعتين الا ربع في الفرن. وهنا بقى اللهم بارك بعد ما خرجت من الفرن بعد مرور ساعه ونص تقريبا كانت بالشكل ده. دلوقتي بقى عايزه اجهز لها الكفر الخارجي اللي هحمر بيه وش الفرخه. معايا معلقه كبيره من الصلصه، عليها معلقه كبيره من دبس الرمان او الصويا صوص برضو زي ما قلت لكم، ومعلقتين كبار من الزيت، وهقلبهم كويس مع بعض. طبعا مش هحط توابل ولا اي حاجه خالص، انا هكتفي بس بالتتبيله دي. هبتدي اخد الفرخه بقى ومعايا فرشه كده، هبدا ان انا ادهن الفرخه كلها بالصوص اللي احنا جهزناه ده. ونبتدي بعد كده بقى نفتح الشوايه علشان تاخد لون بقى من فوق، وبعد كده هنشوفها تاني مع بعض بعد ما تخرج من الفرن هيكون شكلها ايه.
ريحتها بجد جميلة جدا، وكمان كان طعمها رائع قوي. واللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. بس كده الفرخة بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن واخدت اللون الجميل اللي احنا شايفينه ده، تقدروا تقدموها بألف هنا. الرز مستوي جدا اللهم بارك، شايفين؟ وكمان الفرخة بتاعتنا مستوية واللحمة مستوية ودايبة. عايزة اقول لكم بقى طعمها وريحتها وشكلها يعني تشرفك جدا في اي عزومة لو جربتيها. عايزة اقول لكم كانت قلبة ريحة البيت من كتر ما هي جميلة جدا. وبس كده قدموها بألف هنا وعافية، وربنا يحسن ما بين ايديكم. جربوا الطريقة وما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.